أقراص جوز الهند بثلاث مكونات فقط لا غير، ثلاث مكونات ولا أي شيء زيادة. هاي أقراص الطفولة، كتير بحبها وحبيت أعطيكم الطريقة. راح نجيب طنجرة أو قلاي اللي بدكم إياه، راح نحط عليها جوز هند كوب ونص، وكوب من السكر. المكون الثالث والأخير اللي هو البيض، راح نحتاج 4 بيضات. راح نفصل الصفار عن البياض مثل ما أنتم شايفين. بالنسبة لصفار البيض ممكن ندخله بأي أكلة حلويات أو نقليه، يعني عادي مثل ما أنا عملت. طيب بعدين راح نضيف زلال البيض أو بياض البيض على السكر وجوز الهند. طيب هاي الخطوة الأهم بهاي الوصفة، التحريك. ليش راح نحرك؟ منشان ندوب السكر على حرارة هادية مع البيض وجوز الهند، ونطبخ بياض البيض بنفس اللحظة يعني أو بنفس التوقيت. راح نحرك كتير منيح، كثير منيح مشان نطبخ البيض. راح نحتاج حركة سريعة وندوب السكر. التحريك لمدة 12 13 دقيقة بالضبط. بعدين شوفوا كيف البيض انطبخ، طبعا ما في ولا ريحة بيض ولا زفرة بيض ولا أي شيء، لأنه صاروا عجينة. أنا هون ابتديت كور العجينة. طبعا أنا ما تركتهم يبردوا، للأسف هي غلطتي. شوفوا، غلط يعني، كتير الموضوع مزعج وصعب وما كانت تتكور لأنها لسه سخنين. طيب راح ورجيكم لما بردوا. بعد ما بردوا كان التكوير سهل جدا جدا، بهي البساطة كورتن وعملتن بشكل أقراص. فنصيحة، لو سمحتوا خلوهن يبردوا كتير منيح ولا تكوروهن وهن سخنين. بعدين شكلناهن أقراص على الفرن، حرارة 170 180 ماكسيموم، 10 11 دقيقة بالضبط ونحصل على هي النتيجة. بتمنى تشاركوا الوصفة، شوفوا المقادير، وصحتين وعافية.